عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الحظ. في 18 فبراير 2018 أعلنت شركة نوبل إنرجي الأمريكية وشركة ديرليك الإسرائيلية عن صفقة كبيرة بقيمة 15 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي لمصر بواقع 7 مليون متر مكعب من الغاز سنويا. الغاز هيورد من حقول غاز المتوسط، والمفترض نص الكمية هيكون من حقل ليفيسان والنص التاني من حقل تمار. الناس في مصر اتجننت، استيراد غاز تاني؟ امال فين الحقول بتاعتنا؟ ومع اسرائيل تاني؟ هو احنا محررناش؟ مع تصاعد الجدل فورا خرج علينا السيسي وقال ان الصفقه دي خير لمصر، ووصفها ان مصر جابت جون. ليه؟ عشان احنا هناخد غاز من اسرائيل نسيله عندنا في محطات الاساله، وبعدين نصدره لاوروبا، وبكده هنكون مركز اقليمي لتوزيع الغاز. لا، احنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع دوت. في 16 ديسمبر 2019 ارتفعت قيمة صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل ل 25 مليار دولار، ووقع وزير طاقة الاحتلال آخر العقود الإجرائية قبل ضخ الغاز لمصر بدءا من يناير 2020 ولمدة 15 سنة بواقع 7 مليون متر مكعب سنويا، عشان بشكل مبدئي هيكون سعر الغاز يعادل 5 دولار و2 سنت للمليون وحدة حرارية. ليه بنقول بشكل مبدئي؟ لأن بحسب الاتفاقية مصر هتدفع ما يقارب 6 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي، وعشان تعمل لها عملية الإسالة علشان تقدر تستخدم الغاز سواء للتصدير أو السوق المحلي، فتكلفة الإسالة هي 2 دولار للمليون وحدة حرارية. وده معناه إن وفق الصفقة دي فسعر الغاز المسال واقف على مصر بحوالي 8 دولار، في حين إن سعر الغاز المسال في بورصة روتردام وقتها كان ب 2 دولار و30 سنت بس. يعني كده الجون جه فينا سوبر هاتريك، لان محدش هيشتري مننا غاز بالتكلفه المضاعفه دي. مش بس دي الكارثه، اللي حصل بعد كده ان مصر واجهت ازمه طاقه بسبب انخفاض الغاز المستخرج من حقل ظهر، واضطرت توجه كل الغاز الاسرائيلي للسوق المحلي سواء في توليد الكهرباء او لتشغيل المصانع. بحسب بيانات مركز ابحاث الطاقه النظيفه امبر، فالغاز الطبيعي لا يزال هو المهيمن على الحصه الاكبر من توليد الكهرباء في مصر بنسبة تزيد عن 80%. وكلنا فاكرين معاناة قطع الكهرباء بالساعات يوميا اللي الحكومة بتسميها خطة تخفيف الأحمال، واللي السبب الرئيسي فيها هو انخفاض إنتاج مصر من الغاز. وكمان السبب الأبرز هو اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، اللي بمجرد ما وقفوه أيا كان الحجة اللي قالوها، صيانة أو تدابير أمنية أو بحسب بعض المحللين لاستخدامه كورقة ضغط سياسي على مصر، فالمواطن المصري بشكل فوري اتأثر وعانى طول شهور الصيف. علشان يكون السؤال دلوقتي، إزاي مصر تنجو من فخ الغاز الإسرائيلي؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن سعد، وده بنك الحظ. بعد شهور من إعلان صفقة استيراد الغاز من إسرائيل وتحديدا في يوليو 2018، وعد السيسي بأن مصر هتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لكن الحلم ده سرعان ما تحول إلى كابوس. علشان نفهم اللي حصل لازم نرجع لسنة 2005، لما وقع نظام مبارك مع حكومة الاحتلال اتفاقية لتصدير الغاز المصري لتل أبيب. ساعتها كان عندنا غاز فايض وبنصدره كمان، 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، ولمدة 20 سنة بتمن بيبدأ من 70 سنت وبيوصل لواحد ونص دولار للمليون وحدة حرارية. وقتها كان سعر تكلفة الوحدة الحرارية بيوصل ل 2.6 دولار. يعني مبارك باع الغاز المصري لإسرائيل بالخسارة وبأقل من السعر العالمي اللي كان بيبيع بيه الغاز لدول تانية. ومش بس كده، الحكومة المصرية منحت شركات الغاز الإسرائيلية إعفاء ضريبي. وقتها كان في اعتراضات كبيرة سياسية وحزبية وكمان شعبية، وحتى في مجلس الشعب نفسه كان في أصوات بتطالب بإلغاء الصفقة، واترفعت قضايا في المحاكم المصرية مرفقة بأدلة توضح إن الحكومة ضيعت وأهدرت أكتر من 82 مليون دولار في الصفقة عشان يحكم القضاء ببطلانها وقت تصدير الغاز المصري لإسرائيل. مبارك ما كانش واجهة الصفقة، اللي تصدر لها هو صديقه ورجل الأعمال حسين سالم، المقرب من جهاز المخابرات، وفي نفس الوقت مقرب من إسرائيل وعنده شراكات تجارية معاها، علشان يلعب سالم الدور الرئيسي في الاتفاقية من خلال شركة غاز الشرق المتوسط. ومع اندلاع ثورة 25 يناير توقع البعض أن التطبيع مع إسرائيل في ملف الغاز انتهى، لكن ده ما حصلش. بالعكس، ده احنا اللي بقينا نستورد الغاز من إسرائيل وبأعلى كمان من السعر العالمي. אני מברך על ההסכם ההיסטורי שפורסם כעת על ייצוא גז ישראלי למצרים.
צריך להבין שזה יכניס מיליארדים לקופת המדינה, לטובת החינוך, הבריאות, הרווחה של אזרחי ישראל. رغم ان نتنياهو والسيسي طلعوا هما الاتنين يقولوا ان الصفقة مفيدة ليهم ويتفخروا بيها، لكن برضه كان في واجهة مدنية للصفقة. فبدل حسين سالم هنلاقي رجل الأعمال علاء عرفة ابن اللواء طيار أحمد عرفة، واللي يعتبر من أكبر مستثمري صناعة الملابس والنسيج في مصر من التسعينات. وبعد توقف كتير من عمليات التطبيع بين مصر وإسرائيل بعد الثورة، إلا إن عرفة كان كلمة السر في عودتها وبقوة. بعد 2013 ارتبط اسم علاء عرفة بالاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، بعد سماح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج. وهنا ظهرت شركة دولفينوس المملوكة لعلاء عرفة، واللي حصدت ثمرة مفاوضات بين نظام السيسي وحكومة الاحتلال بدأت من سنة 2014، وهي نفس السنة اللي اتبرع فيها علاء عرفة بمبلغ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر. عرفة يعد من أبرز رجال الأعمال المطبعين مع إسرائيل، وكان ليه دور بارز سنة 2004 في توقيع اتفاقية الكويز بين مصر والاحتلال، الاتفاقية اللي اشترطت التعاون اقتصادي بشروط مجحفة لمصر ومفيدة للاقتصاد الإسرائيلي، في مقابل فتح أمريكا أبوابها قصاد المنتجات المصرية. وبكده تحولت مصر من دولة مصدرة للغاز بالخسارة لدولة مستوردة للغاز برضه بالخسارة. وسط أزمة طاقة بقت مش بس تهديد الاقتصاد، ده كمان بتهدد الأمن القومي. وعود السيسي كانت تحويل مصر لمركز إقليمي للغاز. كانت الخطة إن مصر عندها حقول غاز بتنتج ما يكفيها محليا وزيادة كمان، وكل اللي هنستورده هيدخل محطات دمياط وإيدكو للإسالة ويعاد تصديره لأوروبا وبعض الدول الآسيوية بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميا. وده معناه توفير عملة صعبة، وكمان السوق المحلي هيكون في أمان بشكل كامل في مواجهة أي طارئ. يعني لو حصل تقصير من حقولنا هنستخدم الغاز المستورد والعكس. لكن وعود السيسي اتبخرت بسبب السيسي نفسه وربط اقتصاد الغاز الطبيعي بإسرائيل اللي بقينا بنعتمد عليها بشكل شبه كامل. وكالة بلومبرج ذكرت في تقرير ليها إن مصر كانت في موقف جيد جدا من الغاز، وغير مهتمة باستيراده أوائل 2018، خاصة مع إنتاج حقل زهر الضخم اللي أصبح يمثل 40% من الإنتاج المحلي الإجمالي. لكن لأسباب فنية وتقنية وأخطاء من السيسي والحكومة اللي ضغطوا جدا لزيادة إنتاج حقل زهر، بدأت المشاكل تظهر في حقول غاز المتوسط، واللي كان هيبقى نعمة اتحول لنقمة بسبب قرارات غير مدروسة. علشان يتراجع إنتاج مصر من 7.2 مليار قدم مكعب يوميا في 2020 ل 5.5 مليار قدم مكعب، يعني بنسبة 24%، حوالي ربع الإنتاج. يعني خسرنا أكتر من 2 مليار قدم مكعب يوميا، وده رقم كارثي لأن مصر بتستهلك 6 مليار قدم مكعب يوميا، يعني في عجز ما بين 400 ل 500 مليون قدم في اليوم الواحد. وهنا ما بقاش في بديل للحكومة غير الاستيراد، وبدل ما تنوع مصادر الغاز قررت الاستمرار في الاعتماد على إسرائيل، وطلبت زيادة الكميات الواردة يوميا منها بنسبة 26% علشان توصل ل 1.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال النص الأول من 2025، بدل 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، لسد العجز في السوق المحلي. يعني حتى الإسالة والتصدير اتضرب بشكل كبير، وتراجعت صادرات مصر من الغاز بنسبة 350%. بعد ما كانت 8.4 مليار دولار في 2022 انخفضت ل 2.5 مليار دولار بسبب توجيه معظم الغاز إلى الاستهلاك المحلي. بحسب موقع ميدل ايست ايكونوميك سيرفي المتخصص في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصر استعدت لمواجهة نقص الغاز الطبيعي في 2025 عن طريق استيراد كميات كبيرة منه في محاولة لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء في الصيف. وإن امتلاك مصر لمحطات توليد كهرباء اتبنت بتكلفة توصل ل 7 مليار دولار ما كانش كافي لحل الأزمة، لأن المحطات دي ملقتش غاز أو مازوت علشان تشتغل. ولو ده اتكرر خلال الأسابيع اللي جاية، المصريين هيعانوا تاني من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة. تخيل بقى عزيزي المشاهد ان بعد الاعتماد الكلي على الغاز الاسرائيلي، ان فجأة توقفت واردات الغاز الاسرائيلي لمصر واصبحت صفر قدم مكعب يوميا. وده بعد قرار حكومة الاحتلال وقف عمليات انتاج الغاز من حقل تمار بعد اندلاع الحرب على غزة، قبل ما تعود الارتفاع مرة تانية لتسجل 1.1 مليار قدم مكعب يوميا. وهنا بيشير الدكتور خالد فؤاد الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية إلى أن ربط الغاز الطبيعي أحد أهم مصادر الطاقة في مصر
بتدفقات الغاز بأمن الطاقة الإسرائيلي يعتبر خطأ استراتيجي كلف مصر خسارة محلية واقتصادية كبيرة، خاصة مع فقدان ميزة التصدير لأوروبا. وإن الأزمة دي كشفت الخطأ بشكل واضح للمسؤولين في مصر، وإنه غيره من الباحثين والخبراء حذروا كتير من خطوة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، سواء لأسباب تتعلق بعدم الاستقرار الأمني أو لاستخدام تل أبيب اتفاقية الغاز كأداة للضغط السياسي على مصر، وإن الضغط ده حصل قبل كده ولسه هيحصل تاني، خاصة بعد ما أعلنت إسرائيل إنها هتقلص صادرات الغاز لمصر بنسبة 20% خلال صيف 2025 بدءا من يونيو حتى سبتمبر. وقالت إن السبب هو زيادة الطلب على الغاز وأعمال الصيانة، وإن التخفيض ده هيزود العجز من 2 مليار قدم مكعب يوميا ل 4 مليار قدم مكعب يوميا بسبب زيادة الاستهلاك المعتاد خلال الصيف. وكشف الباحث خالد فؤاد إن الحكومة أدركت أخيرا خطورة الاعتماد المفرط على الغاز الإسرائيلي، وقررت التحول لاستراتيجية التنوع أو التنويع والاعتماد على الغاز المسال من أكتر من مصدر، علشان يكون ده تحول مهم جدا بيحصل لأول مرة. وبكده نكون وصلنا للحلول. ازاي مصر تنقذ نفسها من فخ الغاز الاسرائيلي اللي بيه بقت تل ابيب بتتحكم في حياه المواطن المصري، وقادره تحدد له يعيش بكهرباء كام ساعه في اليوم، والمصانع تشتغل كام ورديه في الاسبوع. بدايه احنا عندنا اكتر من مشكله لازم ناخد فيها خطوات مهمه. واحد، عندنا اعتماد على مصدر واحد في استيراد الغاز، وده الحل فيه هو تنويع مصادر الاستيراد. بحسب وكالة رويترز، فحاليا الحكومة بتتفاوض مع عدد من شركات الطاقة العالمية لشراء ما قد يصل ل 60 شحنة غاز طبيعي مسال ونحو مليون طن من الوقود خلال 2025 لتأمين الاحتياجات الطارئة في صفقات قد تصل ل 3 مليار دولار لتجنب انقطاع الكهرباء خلال الصيف. وقالت بعض المصادر إن الحكومة قد تتعاقد على 150 شحنة أخرى للسنوات القادمة، وإن المفاوضات والاتفاقيات دي بتتم مع قطر والجزائر والسعودية. اتنين، عندنا مشاكل فنية وتقنية في حقول الغاز الحالية بتاعتنا، ولازم نعالجها ونعيد الإنتاج بشكل علمي ومدروس من تاني. تلاتة، عندنا مديونيات لشركات الطاقة الأجنبية اللي بتنقب عن الغاز في مصر وبتبيعه، لازم ندفع لها علشان تكمل شغلها، خاصة إن مع أزمة الدولار الأخيرة توقفت مصر عن سداد المستحقات. أربعة، ودي نقطة مهمة جدا، إننا ما عندناش شركة مصرية وطنية خالصة بمعداتها وأصولها وتكنولوجيا خاصة بيها للتنقيب عن الغاز، ودي خطوة متأخرين فيها قوي. مؤخرا وقعت مصر مع تركيا صفقة غير مسبوقة هتستعين مصر فيها بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة، في صفقة قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بايراكدار إنها هتساهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لكل من تركيا ومصر بما يعود بالنفع على البلدين. ولكن ربما الخطوة الأهم من الصفقة دي النظر لتجربة تركيا وغيرها في بناء أسطول بحري للتنقيب عن الغاز، وده عشان تبقى مصر مكتفية من الغاز الطبيعي وقادرة على التصدير وربح مئات الملايين من الدولارات سنويا عبر تأسيس شركة وطنية. بس كده، أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، وتستنوني كل يوم 4 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في بنك الحظ. سلام.